الريل ده ممكن يزعل مني ناس كتير جدا، وكمان ممكن يزعل مني ناس قريبة ليا جدا. الناس دي هي الاي بي بتوع الشركات او مسوقين الشركات. عادي انك تسوق لشركة، وعادي انك تاخد عمولة، بما ان كده كده العمولة كانت هتروح للشركة. ولكن اللي مش عادي ان حضرتك تطلب من الشركة ان هي ترفع الكوميشن بتاعك على حساب العميل. راعي ربنا في العميل اللي معاك، وفيده دايما. حلل الجنيه اللي بيخش لك عن طريقه، علشان ربنا يبارك لك ويكون ليك سمعة طيبة في مجال كله مشتبهات. كلامي هنا للعميل. حضرتك كده كده الكوميشن ده كان بيدفع للشركة اوتوماتيك. فبما ان الوكيل هو اللي مدخلك الشركة، فالشركة بتديله جزء من ارباحها. مش معنى كده ان هو بياخد من رصيدك، لا. كده كده الكوميشن كان هيروح للشركة. انت ما عليك الا انك تدور على وكيل محترم وشركة محترمة. لو انت وكيل عرفني بنفسك تحت. يلا سلام.